تروح لمين من المستثمرين يمول الستارت اب بتاعك؟ بعد ما بدأت الستارت اب وبقت موجودة على أرض الواقع، محتاج توسع أكتر وتكسباند. أكيد هتحتاج تمويل تاني ساعتها. هتتجه للمستثمرين اللي لازم تعرف أنواعهم وإيه المقابل اللي هياخدوه قصاد استثمارهم في شركتك. الانجل انفسترز. هو في ملايكة في البيزنس؟ أيوة، هعرفك عليهم. الانجل انفستر ده شخص غني عنده فائض من الأموال. عادة بيكون رجل أعمال بيقدم تمويل للشركات الناشئة مقابل جزء من الأعمال في شكل أسهم أو حقوق ملكية، وغالباً بيكون عايز عائد بيتراوح بين 25 و 60%، وإنه ياخد منصب في الشركة، ولو بعد الشر خسرت مش هتكون مضطر ترجع له فلوسه عكس البنك مثلاً. في نوع ملائكي تاني وهو التمويل الجماعي على منصات التمويل. دي طريقة بتدعو من خلالها مجموعات كبيرة من الأفراد لاستثمار مبالغ صغيرة ممكن توصل ل $100 للفرد الواحد. طب لو ما قدرتش تقنع الملايكة هتعمل إيه؟ هتروح للمغامرين Venture Capitalists. ده بيبقى مستثمر بيحب يغامر في الشركات اللي فيها مخاطرة عالية لكنه مقتنع بيها وبيساعد شركتك، لكنه دايما مستني الفرصة اللي يخرج فيها بره شركتك وياخد عائد على استثماراته، سواء بقى بالاستحواذ أو بيع حصته في الشركة أو عرضها للاكتتاب العام. لو معرفتش تقنع دول ولا دول، دور بقى على شريك، ويا ريت تختاره كويس وفاهم ومتعاون عشان ما تتعبش. ده محتاج فيديو لوحده. لو حد جرب طرق تانية للتمويل يا ريت يكتب لنا في الكومنتس.